شكرا. يا باشمهندس غريب. شكرا. مساء الخير، أنا محي الدين غريب من الدنمارك، مهندس وكاتب وعضو تكنوقراط مصر. أحب أبتدي ببيت شعر لأحمد شوقي بيقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو الديمقراطية الاقتصادية، وطبعا لضيق الوقت هتكلم باختصار، ولكن في ملف بتفاصيل أكتر يمكن الرجوع إليه. الديمقراطية الاقتصادية طبعا زي ما كلنا عارفين هو ركن أساسي في التطبيق الديمقراطي. أهم أهداف الديمقراطية الاقتصادية إنها بتضمن الحقوق، مش بس تكون حقوق متساوية، ولكن بتكون كمان حقوق عادلة. هي دي المختلف اللي فيها يعني. المتضرر الأول والأخير من غياب الديمقراطية الاقتصادية هو العمال والفلاحين للأسف، لأنهم بينتموا للطبقة المتوسطة والفقيرة زي ما هو الحال في مصر. في السنين الأخيرة أصبح التفاوت الاقتصادي أو التفاوت عموما يعني بين المأجورين من العمال والفلاحين وبين أصحاب العمل أكبر بكتير من أي وقت قبل كده. حتى إن التقارير بتقول إن 10% من الشعب في مصر بيملكوا 3/4 الثروة في مصر، وال90 الباقيين بيملكوا الربع. ده طبعا حاجة مش عادلة. كمان التقرير بيقول إنه 75% من الناس في مصر ما عندهمش القدرة على شراء عربية جديدة أو شقة سكنية، والحاجات دي طبعا بقت من الضروريات الحياة، ما بقتش يعني رفاهية. وده طبعا عكس على مؤشر معدل الفقر في مصر اللي كان 17% في 1960 وبقى 32% في سنة 2020. أنا مش هقولك حالا. طيب دلوقتي احنا قلنا يعني للاسف الجراف بيبان اللي هو في الفتره بتاعت كل فتره بالذات بتاعت مبارك، وبعد كده زادت كمان كانت الفقر موجود، ولكن من 17 في 1960 ل 32 في 2020، ويمكن دلوقتي نص كمان اكتر ولا حاجه. الديمقراطيه الاقتصاديه هي نموذج لسياسه التوزيع الاقتصادي اللي بيجبر وسائل الإنتاج سواء كانت الحكومة أو أصحاب العمل إنها تضمن حاجتين مهمين أولا. تضمن أولا للعاملين والموظفين أجور عادلة، ولكن أهم من كده إن هي تضمن لهم حق الحصول على حصة في الأرباح علشان يكون لهم التأثير على إدارة الشركات والهيئات اللي بيشتغلوا فيها. ودي يعني ما بتتعملش في بلاد كتيرة، إنما كمان أنا عايش في عقر الديمقراطية، فدي عادة موجودة بقى لها 50 سنة الحقيقة. وبالتالي يبقى ليهم تأثير على اقتصاد الدولة بشكل عملي ملموس. ده بيستلزم ضرورة إنشاء صندوق للموظفين والعاملين مملوك له ولازم يبقى فيه مساهمة إلزامية حتى إجبارية كمان من أصحاب العمل على إنه بيدار الصندوق ده بأعضاء ممثلين من مختلف التنظيمات النقابية وهكذا. لما بدأت تجربة الديمقراطية الاقتصادية في نصف قرن من 50 سنة في الدول الديمقراطية، كان في تخوفات من الأحزاب اليمينية واليسارية، تخوفهم من احتمال أن ترتبك التنمية الاجتماعية الاشتراكية اللي متعودين عليها لما يصبح العاملين مالكين لأماكن عملهم. خافوا. الملف شغال دلوقتي وبعرضه، حضرتك لما تحب تقلب السلايد قول لي اقلب السلايد، يعني اجيب السلايد واحده. اصل انا بقرا من ورقه فانت. طيب علوم انت لا امشي بقى، امشي، احنا وصلنا في عدي ماشي كده قلب اللي هو الجراف بتاع الفقر. لا انت، لا ده انت بعدت او ارجع بقى في الاول خالص. كمان قدام ورا كمان ورا كمان انت هتلاقي فيه جراف بتاع الفقر وخليك عنده يعني.
لا لا، انت هو ده احنا بنتكلم في صفحة 2 3 ده كده. روحت انا كده ورا ورا كمان. دي كمان. طيب دي اللي هي اول صفحة. امشي بقى الصفحة اللي بعدها كمان. كمان. ماشي. طيب على اي الاحوال، اذا كانش الجراف ده موجود ف طيب خليك هنا. انا دلوقتي قلنا انه لما حصلت التجربه دي في اوروبا هنا وفي الدول الديمقراطيه، كان في تخوف من الاحزاب اليمينيه واليساريه انه العمال هيحسوا ان هم اصحاب عمل فينسوا نفسهم ويفتكروا ويتحولوا راسماليين. طبعا ده ما حصلش. التجربه قالت عكس هذا الكلام. يا تخوفات، ما كانش في تخوفات، فلذلك نجحت. والتجربه نجحت لدرجه انه مثلا في السويد هنا ومن السبعينات العادي ان يقوم اصحاب العمل بالمظاهرات ضد العمال، مش العكس. احنا متعودين العكس. انما كان اول ما العمال يقوموا يعملوا وينشئوا صندوق ليهم، تقوم اصحاب العمل نفسهم هم اللي يقوموا بالمظاهرات. ودي طبعا يعتبر انجاز او نجاح يعني. كمان سبب نجاح مهم في التجربة ان الدولة بتسيطر على اكثر من 37% من وسائل الانتاج، وان القطاع الخاص بيلتزم بقوانين دقيقة ودقيقة جدا جدا علشان تبقى ملكية الانتاج ملك للشعب. ده اللي بيحصل هنا على الاقل في اسكندنافيا بدقة متناهية يعني. وعشان تنجح تجربة الديمقراطية الاقتصادية في مصر لازم تشترك كل طبقات الشعب لبناء ديمقراطية سليمة، طبعا هي الأساس. يتحقق فيها توازن ما بين الحرية والعدالة، بحيث ما يكونش العدل تابع للحرية، ولا تكون الحرية مجرد حرية بتتحقق كل ما يسمح بها العدل يعني. في مصر وبسبب غياب الديمقراطية الاقتصادية كان في خسائر كتيرة اتأثر بها عموم الشعب المصري. حاجات كتيرة منها إساءة استغلال صندوق المعاشات، ومنها القرار الخاطئ لمشروع قناة السويس، ومنها استهلاك العملة الصعبة في أولويات غلط كلها، ودي سببت طبعا تعويم الجنيه في 2016. ومنها الأهم طبعا هي الصناديق السيادية واقتصاد الجيش اللي هو بيعتبر اقتصاد موازي، أفسد الاقتصاد الدولة الرسمي لسبب بسيط إنه التنافس غير عادل. فحتى أكنه هو بينافس، يعني أكنه هو بيهد الاقتصاد الجانب عشان طبعا هو اللي وطبعا النتيجة إنه تكبل مستقبل الشعب المصري بقروض طائلة زي اللي حصل مؤخرا، يعني نتكلم عن الديمقراطية الاقتصادية هي الحل لأزمات العصر. العصر اللي عايشين فيه بيمر بتحديات مصيرية كبيرة، أهمها أزمة عدم المساواة بصفة عامة يعني، وأزمة دولة الرفاهية، وأزمة المشاركة السياسية، ومؤخرا طبعا أزمة تغير المناخ. التحديات دي يعني ما ينفعش نحلها بأن احنا نكرر نفس السياسات اللي هي أوجدت المشاكل، وما ينفعش نعمل تعديلات صغيرة هنا نلصم هنا وهنا، ما ينفعش برضه. لازم تغيير جذري في المسارات. وفي الحالة المصرية من خلال عملية تغيير وانتقال من نظام حكم الفرد ومن نظام الرئاسي ومن النظام الاستبدادي الدكتاتوري إلى نظام ديمقراطي برلماني اقتصادي وفي حكم المؤسسات، يعني ما معناه نتغير لدولة مدنية. في طبعا شروط لازم تتوفر لعملية التغيير، أساسها فعلا يعني إرادة الشعب. وأنا يعني شاهد على كده في تجربة أكثر من 50 سنة في أوروبا هنا في الديمقراطية. الإرادة بتاعت الشعوب بتعمل شغل جامد. وطبعا نشر ثقافة الديمقراطية مهم جدا، وكمان يكون في برامج اقتصادية علمية جاهزة. إصلاح الاقتصاد وإنقاذه هو اللي تكنوقراط مصر هتقدر تقدمه للوطن لطمأنة الشعب المصري على مستقبله ومستقبل أجياله. الديمقراطية تستحق النضال من أجلها على الرغم من أعدائها. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا تعليق يا باشمهندس غريب. تعليق من عندي لو سمحت يا أستاذة طبعا يا دعاء. دكتور، تعليق لحضرتك، بس في نقطة كمان احنا محتاجين اننا نتطرق ليها قبل ما نبدأ اننا نستقبل الأسئلة زي ما حضرتك طلبت. احنا اتكلمنا عن المشاكل المزمنة، اتكلمنا طبعا في البداية عن علم الاقتصاد وتوصيف اقتصاد مصر، لكن احنا في نقطة ما اتكلمناش عنها لسه، وهي توصيف الأزمة الحالية. الاقتصاد المصري على مدار 50 سنة وهو عنده أزمات متشابهة، لكن في أزمة جديدة، الأزمة الحالية دلوقتي أسبابها وأسباب تطورها ونموها بالشكل الفظيع ده، دي اللي احنا ما اتكلمناش فيها، فبرضه محتاجين اننا نتكلم فيها قبل ما نبدأ نستقبل الأسئلة. طيب انا عارف ان انت كنت هتسالي السؤال ده، لان انت عايشه في الاحداث يوميا، وبالتالي هذه الموضوعات جاريه ومطلوبه. احنا كنا هنيجي ليه دي الحقيقه يمكن في وقت تاني، انما مفيش مانع ان احنا نتكلم عنها بشكل سريع لان هنفصل عنها بعد كده. انا بس تعليقي بالنسبه للي قاله المهندس محي الغريب غريب، زعلش مني المهندس محي. مفيش بقى. ان مصطلح الديمقراطيه الاقتصاديه احنا عايزين نحطه في براءة الاختراع، لانه في الواقع جاي من تكنوقراط مصر. انت مش هتلاقي في كتب الاقتصاد بسهوله، لان هو فعلا مصطلح مركب، بمعنى انه بيتكلم عن الاقتصاد وبيتكلم عن التوزيع في نفس الوقت، والديمقراطيه بيدخل فيها الديمقراطيه عشان الناس تعرف ان الاقتصاد ده ما هوش بس ماده باحته كده هو ملهاش علاقه بالسياسه، لا ده بتخش في السياسه بالتاكيد، والسياسه بتخش فيها. الشيء الوحيد اللي انا عايز اختلف معاك فيه، انت قلت عقر الديمقراطيه، انت في عقر الديمقراطيه. طب انا في عقر الديمقراطيه، انا عقر الديمقراطيه احنا بنتكلم عنه. دي نكته، لا نكته، دي نكته انا كنت هقول ان احنا قريب قوي هنتهم رئيس جمهوريه سابق انه كان جاسوس. ايوه في ديمقراطيه اكتر من صحيح. المهم انا لو امكن بس ارد ثانيه واحده لحسن، يعني براءه الاختراع، يعني مع احترامي طبعا ممكن تبقى ليك، بس بقى لها 50 سنه واكتر في اسكندنافيا، وانا ممكن ابعت لك زي المانيفستو بتاعها اللي هو ابتدى سنه 1973. هم الحقيقه هم اللي اخترعوا، ولذلك هم نمره واحد في الشفافيه، نمرة 2 في السعادة، نمرة 3 في أحسن أرقى بلد في العالم، لسبب إن هم طبقوا بالظبط الحتة دي وابتدوها وأنا كنت قلت قبل كده في محاضرة إن هو إن الاشتراكية عندهم، مع إنها بلد رأسمالية ولكنها اشتراكية أكتر من ما تتصور، لأنهم قدروا زي ما حضرتك بتقول يضموا الاثنين مع بعض. اتفضل. أنا متفق معاك، إنما هرجعك ورا شويه واقول لك الكلام ده بدأ من عند الاخ كارل ماركس. ده هو بالدرجه الاولى اللي كان بيدور عليه العمال. بالظبط، طبعا.